بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا بقى، تعالى نعمل ايه شوية حاجات كده نفرزهم مع بعض ونخلل شوية بصل كده حلوين يستاهلوا بقكم. انا كنت جايبة كيلو الفلفل ده عشان اعمله هريسة شطة. انا كنت عاملة معاكم قبل كده بس طبعا ايه خللت حاجات كتير واستهلكت، فيعني على وشك انها تخلص. وشوية كده هنبص نلاقي الفلفل ده غلي. يعني هو دلوقتي انا كنت جايبه كيلو طبعا، بس قعد في التلاجة بقى، قعدنا ناخد منه كده حد تقريبا خدنا نصه يعني. فانا بقى افرمهم واشيلهم كده جاهزين في الفريزر برضو لاي احتياج. بنحب نحطه للمحشي وبنحب نحطه للمخللات، حاجات كتير، البتنجان والحاجات دي. ومعنا بقى شوية توم اهو. رحت عند ام حبيبتي كده قالت لي عايزه توم، قلت لها عايزه يا امي متحرمش منك. فجابت لي شويه توم كده، ولقيت ايه لمة الحبايب كده حلوه. قلت لهم ايدكم معايا، مسكناهم قشرناهم، بس هم طبعا ايه قعدوا عندي في التلاجة شويه، فنبتوا كده بقى عاملين زي الفول النابت. اللي عنده توم دلوقتي المفروض يعني قشروه وفرموه وشيلوه في الفريزر، لان التوم هيبدأ خلاص يفضى وما يبقاش حلو. كمية توم ما شاء الله اهي تنفعنا بقى في الشتاء وفي المحاشي والحاجات دي. ماشي يا حبايبي، دول حوالي 3 كيلو بصل. انا نقيته كده صغير كده عشان التخليل، والبصل الابيض هو اللي بينفع في التخليل. الاحمر ممكن يتخلل بس مش هيديكي نفس الشكل ولا الطعم. ماشي يا حبايبي، انا كده غسلاهم وايه ومنضفاهم. هنحط عليهم بقى ايه شويه ميه سخنه كده. ده البصل السريع. في بصل بقى ممكن يتخلل، بتنقعيه في ميه كده مده اسبوع او 10 ايام. بسم الله. وتسيبيه، وبعد كده تبداي تقشريه وتخلليه بنفس الطريقه اللي انا هخلل بيها ده دلوقتي. بس ده كده ايه هيبقى سريع. عبال ما افرم التوم وافرم هرسة الشطه دي يكون بارد، نبدا نقشره ونخلله مع بعض اهو. بصوا كمية حلوة، يعني انا ولادي بيحبوا البصل المخلل، وانا بصراحة ما بلقاوش كتير كده قدامي، بس بالصدفة كده معدية لقيت الخضر قاعد بينقي فيهم كده وراكنهم على جنب، ورحت جايبة 3 كيلو. بس يا حبايبي صلوا بقى على النبي، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك. عبال ما البصل يبرد نروح نعمل ايه، نفرم الفلفل ده ونفرم التوم بتاعنا عشان نشيله في الفريزر. ماشي يا حبايبي، افرمهم بقى وارجع لكم، عشان انتوا عارفين ان انا ماسكه التليفون بايد واحده وهشتغل مش هينفع بقى اشتغل معاكم في الفرم والكلام ده وانا ماسكه التليفون بايدي التانية. افرمهم وارجع لكم. يلا بقى صلوا على النبي وحطوا لايك. بس يا حبايب قلبي انا كده فرمت التوم اهو. بصوا طبعا كمية توم محترمة. لو عندك شوية توم كده زي كده قشريهم وفرميهم بدل ما يبوظوا خسارة ويترموا. الدنيا طبعا غلا يا جماعة، احنا شايفين الغلا اللي احنا فيه، فخسارة حاجة تترمي. وادي هرسة الشطة الجميلة بتاعتنا اهي. تقدروا برضو اللي مش عنده يجيب ويخزنها، عشان ايه هتبدأ تغلى. يعني الكيلو بتاعها بيجي عليه وقت يوصل 60 جنيه و70 جنيه. الوقت ايه البصل المية بردت عليه اهي، هنبدأ نقشره بقى. طبعا واقفة بعمل لكم الفيديو ده دلوقتي والفجر بيأذن، لسه الفجر مأذن اهو، لسه ما قاموش الصلاة. يا رب بحق اذان الفجر وقرآن الفجر كل اللي يشوف الفيديو بتاعي ده ويحط لي لايك ربنا يكبر بخاطره ويصلح حاله وينوله كل اللي نفسه فيه يا رب، وكل ما يتمناه، ويصلح حال البلاد والعباد يا رب، بحق جاي النبي، بحق قرآن الفجر وصلاة الفجر يا رب. هقشر البصل يا حبايبي وهرجع لكم. بس يا حبايب قلبي انا كده قشرت البصل. بصوا قشرته طبعا وغسلته حلو، شلت الطبقة الخارجية اللي على الوش وشلت الطبقة اللي تحتيها.
كله كده بالشكل ده. هنحط له ايه بقى التكات والحركات بتاعتنا اللي هتخلي البصل بتاعنا تحفة وجميل، وهنخلله على طول بالطريقة دي. طبعا معلقتين كده كبار هرسة شطة من اللي احنا لسه عاملينها، جزرتين مبشورين. هنا بقى السر كله كده في الحاجات دي، معلقة حبة البركة كبيرة، معلقة كركم كبيرة، معلقة برضو شطة ناعمة. الشطة الناعمة دي انا بحس ان هي ايه بتعلي برضو الطعم كده والشكل بتاع المخللات، وكمان بحسها ان هي يعني بتعقمها كده عشان بتحرق قوي. ومعلقة بقى الكزبرة عشان المادة الحافظة يعني، وورقتين اللوري يا وحبة عصفر كده حلوين محترمين. بس العصفر يعني انا جايباه من عند عطار لسه فاتح جديد، مش عارفة يعني حاسة ان حاجاته كده غريبة، لون مختلف شوية، وكمان شكل الورق بتاع العصفر برضو مختلف، بس هنعتبر انه عصفر وخلاص. ماشي يا حبايبي، يلا بقى بينا نعمل ايه في البصل. هنفضل في البصل في الطبق بقى دوت كده عشان نعرف نقلبه ونقلب فيه الحاجات اللي هنحطها عليه دي كده اول حاجة. مش عارفة الحاجات دي اتصورت ولا التليفون كان واقف ولا ايه. انا طبعا حطيت الحاجات دي، انا كنت فاكرة انه مش عارفة هو صور ولا ما صورش يعني وانا بحط الحاجات دي، بس المفروض ان انا كنت فاتحة الكاميرا وبحطها قدامكم. شايفين بقى الشكل والجمال والحلاوة. نقلب بقى كله كده ببعضيه. اسفة بقى على اي هزة ولا اي حركة كده بقى مش هتعجبكم، معلش، عشان انا ماسكة التليفون بايدي التانية وبشتغل بايدي. قلبوا طبعا كده. الشطة بقى الشطة قلبوا ببعضيه طبعا كده كويس عشان اعرف اقلبه، وهرجع لكم. بس يا حبايبي ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بصوا شوية ورد مش شوية بصل. بصوا الشكل بقى العصفر مع حبة البركة مع هرسة الشطة والكركم والحاجات دي، بس مخليه شكله عامل ازاي، وكمان بقى في البطرمان وفي التخليلة يبقى طعمه تحفة. جربوا كده بالطريقة دي ان شاء الله يعجبكم. حاجة كده عسل. عبيه بقى في البطرمان اهو بتاعنا، مغسول طبعا ومتعقم، وايه وارجع لكم عشان مش هعرف طبعا زي ما انتوا عارفين اعبيه معاكم بايد واحده. بصوا الشكل. حطوا بقى لايك لشويه البصل الجمال دول. بس يا حبايبي بصوا بقى انا عبيته كده اهو في البطرمان اهو. طبعا يعني البطرمان كان عايز له نص بصل تاني عشان يتملي، ناقص حاجه بسيطه كده. والخطوه بقى المهمه والاخيره الملح. كوبايه ملح خشن، انا بحب المخلل يبقى ملحه عالي عشان يعيش. فطبعا انتوا ايه يعني اللي ما بيحبش الملح العالي ما يعني يقلل من الملح شويه. ده ملح خشن زي ما انتوا عارفين انا بجيبه واخلل بيه اهو. ما عندكيش ملح خشن مش هتلاقي ملح خشن، ما خللي بملح ناعم عادي. ماشي يا حبايبي، يعني بدل ما تبقى كوبايه كده خليها مثلا كوبايه الا ربع كده. انا بحب اعلي الملح، وخصوصا طبعا البصل ده هيقعد يعني مش زي الخيار مثلا ولا اللفت يتاكل على طول، لا، او بيستوي على طول، لا، ممكن يقعد له كده اسبوعين 3 شهر قبل ما يستوي حلو. ندوب بقى الملح كويس كده في المية دي مغلية ومبرداها، مش هحط ملح ليمون ولا حاجة. هو كفاية كده الحاجات اللي احنا حطيناها في دي كفيلة ان هي ايه تحفظه. بصوا الملح
شكله جميل ازاي، عامل زي فصوص اللولي كده. ده برضو كنت جايباه من عند امي، ربنا يخليها لي يا رب ويخلي للناس كلها امهاتها يا رب، واللي امه متوفيه ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب. ادوبه بقى واحطه على البصل وارجع لكم. بس يا حبايب قلبي بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوة. بصوا مش برطمان بصل مخلل، ده حاجة كده يعني عصير مانجا. بصوا شكله حلو ازاي. لسه بقى لما يتخلل بقى في الحاجات اللي احنا حطيناه فيها والمية اللي حافظينه بيها دي، هتشوفوا بقى الطعم والحلاوة واللون. صليتوا بقى على النبي وحطيتوا لايك ولا لسه؟ شايفيني مستاهلش كده. والثوم بقى طبعا ايه هنعمل ايه هنا، نغطي بقى البطرمان كده بتاعنا، حته كيس كده من بتاع التلاجة، وهنروح ايه طبعا ده عايز ايد تمسك وايد تربط بعدين بقى. الثوم بقى بتاعنا اهو برضو هنشيله في الفريزر هو والهريسه، ولما بنعوزه بقى نطلعه ايه قبلها بحبه كده. هنغطيه طبعا وهنحطه كده في كذا شنطه عشان ما يعملش اي روائح في الفريزر بتاعنا. طبعا انا ايديا اتبهدلت من البصل، اقفل الغطا عليه حلو كده وكذا شنطه بقى ونربط كده عليه عشان ما يعملش اي روائح في الفريزر. او لما بقى هنعوزه مثلا ناخد منه نطلعه قبلها بربع ساعه 10 دقايق كده يبدأ يفك شويه عشان تعرفي تاخدي منه. بس ألف هنا وشفا على قلبكم، يا رب الفيديو بتاعي بقى يعجبكم، طريقتي في تخليل البصل تعجبكم وتحطوا لايك. اللي بيشوفنا بقى لأول مرة مشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.